وليت تغيمه بلا ربي خاص صبر اليقين. هو أول قائد بايع المولى عبد الحفيظ ضد فرنسا، وكان عنده واحد الدور كبير لدرجة الحكومة الفرنسية غتحكم عليه غيابيا بالإعدام. ورا ما سينا المغرب على معاهدة الخزيرات أو مؤتمر الجزيرة الخضراء، تزادت الأطماع ديال المستعمر الفرنسي. فرنسا ما كتقنعش، بدات كتستعمر وكتستغل في المغرب من هنا ومن هنا، وكتقطع مجموعة ديال الأراضي غادا وكتقطع ليا من هنا ومن هنا. 1907 نهار 19 مارس غيتم اغتيال واحد الطبيب فرنسي كان مقيم في مراكش، وهذا الشيء اللي طرا ما غيعجبش فرنسا مع سمعة الأخبار هي دير راسها تعصبات طنوا علاش يقتلوا لينا هذا وكان تصنتوا معايا قبل ما يتقتل. كان ديما توجه الدعوه الفرنسي باش يطلب منهم الحمايه، حيت كانوا الثوار غيقتلوه وكلشي كان حالف ليه فما خروج غتخرج غتموت. كانوا تيتسناو وحده الدار وتيخرج في اي بلاصه عنده اعداء خاصو يتقتل، حيت جاسوس مخضرم ديال مو خدام مع فرنسا والسياسات ديالهم. واخا هكاك فرنسا ما تسوقوش ليه كاع، واخا تيصيفط لهم في الرسائل وتيصيفط لهم الدواء باش يحميو، واخا هكاك ما تسوقاش ليه. حتى النهار اللي قتلوه عاد تفكراتو او مره ما تفكراتوش، هذا راه قالب ديالهم. داروا بانه لقاوه سبه، وما اصلا داكشي اللي كانوا تيتسناو غيتقتل يصفيوا ليه، هذاك الشيء اللي كانوا تيتسناو هما. مع تقتل الطبيب الفرنسي، فرنسا غضبات قلت الحرام يدير واحد المجزره في كازا وهي تحت الوجده والشاويه، وكاع هادشي كامل اللي دارت المجزرات اللي دارت قتلات بنادم ورشتو داك التخربيق كامل. هادشي عليه غيجتمع اعيان المدينه تمرقش، كلشي غيجتمع. هادشي اللي تشوفوا فيه ما عجبهمش، عليها غيطالبوا يجمعوا كبار السلطه هكا وغيبايعوا المولى عبد الحفيظ. واول واحد بايعوا شكون هو؟ القايد محمد بن المعطي الدريعي. واش دار محمد تيموت ونور عمني قالوا ما يا شمعة محمد. من موراها غادوا يصيفطوا الرسائل لباشا مدينه جديده، وغيتسنى حتى لواحد النهار نهار الجمعه في الخطبه، والقاضي ديال تما ديال القاضي ديالو والباشا ديالها على مع كاع هذاك الشيء اللي تديرو فرنسا وتندد به وشنو تدير مع المواطنين والاستغلالات اللي كدير. شويه غيطلب منهم باش يتموا المبايعه ديال المولى عبد الحفيظ، حيت المولى عبد العزيز وقف عاجز عن الاطماع الفرنسيه، صافي ما بقى ما يدير والو. وتما من تمت مبايعته من طرف اعيان مدينه الجديده. سمو الأمراء وعلماء الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة. صافي دابا هنا مدينة جديدة أو مازاغان بايعوا المولى عبد الحفيظ. احنا زدنا مدينة أخرى باغت تهيج على فرنسا باش تخرجها من البلاد، ولكن فرنسا ما يعجبهاش الحال عاوتاني. شنو غدير؟ غتسترجع المرسى اللي كاين في الجديده. علاش؟ حيت تا هو داخل معاهم في المعاهدات مؤتمر الجزيره الخضراء. ومشكله هذه. وغيطالب المولى عبد العزيز باش يديروا فرق عسكريه في الموانئ باش ما يبقاوش يهربوا الاسلحه. واخا هادشي كامل اللي دار المولى عبد العزيز وفرنسا، القائد محمد بن المعطي بقى ثابت الموقف ديالو لثوره المولى عبد الحفيظ، وبقى غادي وفي ليه، وكان عنده واحد الدور كبير والحكم العلاقات ديالو مع الاوروبيين اللي كاينين في المغرب، وخصوصا واحد جوج المانيين اللي كانوا تهربوا اسلحه من مرصد جديده الى مدينه مراكش. وهاد الجوج هادو غيتعتبروا من طرف الحكومه الفرنسيه مجرمي حرب، وغيتحكم عليهم غيابيا بالاعدام. مورا عام واحد غيتنفذ فيه الحكم ديال الاعدام وغيتشادم، ولكن الاخر ما عرفوش ما لقاوش لشنو ما تنفذش فيه الاعدام، وقيلا باقي ما شدوش. وطلبوا باش يحجزوا كاع الممتلكات ديالهم في مدينه جديده. وفضل القائد محمد مدينه الزموره تبقى صله توصل بين المولى عبد الحفيظ والقناصله الاوروبيين اللي كاينين تما. على شنو غيدير المولى عبد الحفيظ؟ غيكتب رساله وغيصيفطها للقنصل الاسباني كيطلب فيه بان القناصله اللي تما يتدخلوا باش يحيدوا الفرق العسكريه اللي دارها المولى عبد العزيز في الموانئ تما في المرسى. ولكن شنو يكون الرد ديالو؟ غيقول لي بان الدوله ديالنا لا يحق لها في التدخل ديال الشؤون ديال دوله المغرب، يعني ما عندناش الحق ندخلونا نحيدونا ولا نديرونا العسكر نحيدو من تما. هذيك العسكر الموليتر هو اللي كان داخل معاهم واحد الخزيرات، يعني ولا مؤتمر الجزيره الخضراء قال لهم ديروا لنا، قال لهم ديروا احداث فرق عسكريه في الموانئ باش ما يبقاوش يهربوا الاسلحه وهذا الشيء. وطلبوا منه شنو؟ طلبوا منه باش يتراجع على المشروع ديالو ديال الثوره ديالو، ولكن لا كان عنده راي اخر. بعدها المولى عبد الحفيظ يعين القايد حسين القلاوي باشا على مدينه ازمور،
وفرنسا غتعتبر ودخل ليه ب600 عام ب600 عام و500 واحد، وفرنسا تعتبر شي حقيقي لمدينة جديدة، وخاصة من قتل القائد حسن القلاوي والقائد محمد تريعي من قتلوا قائد ديال الشياطمة. وعلاش قتلوه؟ ماشي غا جاو قتلوه علاش؟ مشى مدينة برشيد وعطى العهد وعطى لفرنسا بان صاب كي اصلا هو مدار لهم مقاوم لا والو، عطاهم باش يعاونوا في داكشي ديالهم اللي غاديين في فرنسا، عطاهم الولاء ديالهم. وهادشي راه ما يعجبش القائد محمد وحسن القلاوي، علاه تسناو ورجع بالنهار ما يمشيو ليه وقتلوه هو الاعيان ديالو حتى عطاو الولاء لفرنسا. وهادشي راه ما داخلش معانا، عطا الولاء فرنسا بلا مقاومه بلا والو، اجا عطا فرنسا وليتي قايدها. وهادشي اللي ما بغايناش. فرنسا عاوتاني ما عجبهاش الحال على هاد الحركه اللي دار حسن القلاوي والقائد محمد. علاه شنو غدير؟ توجد الجيش ديالها وداكشي ديالها وغتمشي تهجم على مدينه ازمور. حسن القلاوي والقائد ملي وصلوا داكشي الطان هجموا عليهم وما يهربوا في حالهم، رجعوا للدريعات الحوزيه مشاو هو والقائد محمد. فرنسا تمت استولات على مدينه ازمور وحطات واحد السفينه حربيه قدام الاخر ام ربيع، نهار ام ربيع. اش باغا ديري لينا؟ اوروبيين ملي ساقوا الخبار هادشي الدول الاوروبيه قال لهم لا هادشي ما معناش، ما كاينش، حيت هادشي اصلا معاهده ازمور وجديده ما داخلاش معاهم في معاهده الخزيرات، يعني فرنسا ما عندهاش الحق تدخل في ديك الدوله او يتحيد الجيش ديالو وداكشي. فرنسا ما رضاتش. دابا ملي فرنسا انسحبات القائد محمد كان باقي خارج ازمور حيت كانت هجمات على فرنسا. شنو غيدير؟ غيتجمع هو بالقائد بوشعيب بن دغا وغيوجدوا واحد الجيش وغيسترجعوا مدينه ازمور ومدينه جديده حيت هما المواليين ديال المولى عبد الحفيظ. وهادشي كامل الدول الاوروبيه باقي ما اعترفوش بالمولى عبد الحفيظ بانه سلطان، ولكن مورا عام 1909 غيتعترف به كسلطان المغرب. من المدينه اللي حاكم القائد محمد ما دخلش معاه في معاهده الخزيرات، يعني فرنسا ما عندهاش الحق تدخل لهذاك الوقت. علاه غيلقاو ضروري يبداو يقلبوا ليه شي سبب شي يدوزوا ليه، وبداو تيتشكاو بزاف هذاك التجار الاوروبيين تيقول لك لا تقطع لينا الطريق شي دير لينا هادي وهذا. ودابا تصانت ودابا عاد غنبداو بصح نهضروا على القائد محمد والدور ديالو. تسناو الجزء الثاني ان شاء الله في اقرب وقت. تهلاو.